السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تعقيم لا ماشين لافي، ماكينه التصبين، كيفاش نعقموها وكيفاش نغسلوها. المهم البنات، كما شفتوا معايا كنحتاجوا الخل وبيكربونات الصوديوم، وهذه هي الماكينه ديالي جولد فيزيون. المهم البنات غادي نوريكم كيفاش غادي نغسلوها ان شاء الله، وكيفاش نعقموها، وكيفاش يعني نحيدو ديك الريحه. المهم غادي نوريكم كلشي. المهم البنات غادي نديرو هاد نيطواياج دو لاكيف. المهم البنات كناخدو هادي بالنسبه لهاد المجر. كندير فيه هاد الخل هو الاول، حيت الا درت بيكربونات الصوديوم هو الاول وخويت عليه الخل غادي يتفاعل في ديك الساعه، يعني ضروري نخوي الخل هو الاول وعاد نديرو بيكربونات الصوديوم. ولا ناخدو العلاقه ديال هذاك صابون البرودوي ونديرو فيه الخل ونديروه داخل ديال الماكينه. كما قلت لكم البنات، درت 3 المعالق كبار ديال بيكربونات الصوديوم. وبالنسبه للخل البنات تقدروا تستعملوا اي خل عندكم في الدار، استعملت غير كاس صغير. ومهم البنات، لا ماشين ديالكم راكم عارفين، البنات في الصيف كتكون واحد الريحه في الماكينه، واحد الريحه خايبه يعني كتطلق في الحوايج. وهاد الطريقه البنات خاصكم ديروها في كل مره في 6 شهور، حيت صراحه كترجع الماكينه نقيه. كما كتشوفوا دابا راها صافي راه ساليت، حيت الماكينه كتغسل راسها براسها. المهم البنات، دابا غسلت الداخل ديالها كما درت، كما شفتوا يعني داكشي اللي درت. دابا بقى ليا نغسل هاد الجلده، وغادي نفتح هنايا لتحت، وغادي نحيد هاد المجره البنات. غنوريكم كيفاش غيتحيد دابا هكا. راكم عارفين شاده التليفون بيد وكنجبد بواحد اليد، يعني ضروري تشدوها بجوج اليدين باش ما يطراش لكم كما طرا ليا، راه طاح ليا في الارض هكا. ما بغيتش نمسح هاد اللقطه باش ما تطيحوش في هاد الغلط حتى نتوما، يعني ضروري تشدوها بجوج يدين وتزولوها. كتوركوا غير على ديك اللي وريتكم وكتهبطوها لتحت وكتحيد بوحديتها. المهم البنات كما كتشوفوا، راه بالنسبه للناس اللي كيستعملوا التيد مسحوق غبره، راه ضروري انكم تبقاو توصلوها مره في السيمانه باش ما يترجعش لكم في هذاك الكلاكير ديال التيد. كما كتشوفوا يا البنات راني وريت لكم زعما كيفاش كطرى ليها هكا. الا ما بقيتوش كتغسلوها، واخا انا راه كنغسلها مره مره وما كنستعملش بزاف كاع داك المسحوق، كنستعملو مره مره. المهم اصلا بزاف الناس كيقولوا بلي راه هذاك التيد يعني كيضر الماكينه ولكن داكشي غير كذوب. يعني كيقولوا داك التيد كيخرج على الماكينه، ويعني مع الوقت كتخسروا داكشي، راه غير كذوب البنات. يعني بحال التيد بحال هذاك مسحوق، خاصك غير تبقاي تغسليها مره في السيمانه هكا. المهم البنات بالنسبه لهذا راه وريتكم كيفاش كيتحل. هنايا كاين فيه شي بطولات تما كتورك عليهم هكا وكتحيديه. بالنسبه لهاد الماكينه ديال الجولد فيزيون هكا كتحل. المهم البنات كما كتشوفوا كاينه فيه هذيك الغلاقه، وكاينه واحد التيو كتجمع فيه واحد الماء كيبقى فيه كاينه فيه واحد الريحه خانزه. شفتوا البنات كما خديت واحد الجفاف وحطيته هنايا وراه عامر بالماء، وغادي نحيدو. غادي نجيب جفاف اخر باش نديرو هكا باش داك الماء ما يمشيش ليا في الارض هكا، حيت الماء راه فيه الريحه. بالنسبه لبنات هاد التيو كما كتشوفوا كنفتحها. عندكم تضيعوا ديك الغلاقه راها صغيره بزاف، يعني ملي كنفتحها تقدر كتخوا داك الماء كما كتشوفوا. يعني تقدروا تسبقوا هادي وتاخذوا داك الماء تخويوه في شي بانيو ولا شي حاجه، باش الا ما بغيتوش تخويوه في الارض عاد تحلوا الاخرى، حيت هادي فيها الماء وهادي الاخرى كيكون فيها الاوساخ والشعار والخماره ديال الحوايج، يعني كلشي كيتجمع فيها. يعني بحال الا بقات لك في حوايجك كتلقايها هنايا. وبالنسبه للبنات راكم عارفين، الماكينه راه خاصها تغسل كما قلت لكم. يعني هكا كتبقى تغسلوها باش ما تبقاش فيه ديك الريحه وما يعني ما حيت راكم عارفين الماكينه ملي كتفرطي فيها راه كترجع حالتها حاله. المهم البنات ديالي خديت الصابون باش نغسل الماكينه ديالي. راني لتحت راني غسلته ومسحته، وهنايا راني دوزت الصابون على الماكينه ديالي هكا كما كتشوفوا. خديت الشيته اللي كنغسل بها المواعنات، ولا تاخذوا الشيته ديال السنان ولا ديك، وتبقاو تحكوها هكا وتدوزوها كامله على الماكينه ديالكم. كما كتشوفوا ضروري تجبدوا ديك الجلده باش تغسلوا الداخل ديالها. المهم البنات راني غير بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. راه هذاك اللي كنشد به التليفون راه خسر ليا، يعني غير شاده بيد وكنمسح باليد كنقطع عاوتاني باش نمسح. راكم عارفين يد وحده راه ما كديرش الشغل. المهم البنات كما كتشوفوا راني حكيتها كامل، راني شاركت معكم كل شيء.
بالنسبه لبنات هذاك بالنسبه لهذاك بيكربونات الصوديوم، راه تقدر تلقاوه في اي محل تجاري ولا عند اي عشاب، كيدير 5 درهم ولا 6 درهم. وبالنسبه لبنات الماكينه ديالي، راه كما قلت لكم يعني ماركه سميتها جولد فيزيون، راه غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو باش نقول لكم المعلومات ديالها وكيفاش كتخدموا وشحال شريتها وكلشي، غادي نحطو تحت الفيديو. غادي نخليه في اول تعليق ان شاء الله، باش نشارك معكم المعلومات ديالها. وصراحه اقتصاديه البنات، وبالنسبه للثمن مناسب. راكم عارفين دابا كلشي ولا غالي. الحمد لله. المهم البنات كما شفتوا دابا راه دوزت عليها الصابون ديال، المهم درت كما قلت لكم صابون والماء صافي. بقيت كندوزو على الماكينه ديالي حتى غسلتها مزيان. وكما كتشوفوا يا البنات، راه ولدي راه تحيد ليا ديك البلاصه اللي مكتوبه فيها 7 كيلو داكشي، ولكن ماشي مشكل. يعني صراحه هاد الماكينه دابا راه دوزت عندي عامين وهي عندي، والحمد لله ما لقيت فيها حتى شي مشكل. الله يسهل على اي واحد بغى يشري الماكينه التصبين، واي واحد بغى اي واحد بغى يدير شي حاجه في حياته، بغى يشري شي حاجه، بغى يوصل شي حاجه، الله يسهل عليه. وكما كتشوفوا البنات هنايا كندخل يدي لداخل كنحكها كما كتشوفوا. تقدروا البنات تاخذوا الشيته ديال السنان وتبقاو تحكوا بها هذيك البلاصه، صراحه هي عمليه. المهم البنات كما كتشوفوا راني دابا راه حكيت هكا وصافي يا البنات. من بعد ما غادي نحكي هكا، بعد ما غادي نسالي منها يا البنات. المهم البنات واحد النصيحه، ضروري انكم ملي غادي ديروا هذا الشيء من بعد، يعني ملي تبغيو تغسلوها هكا وتدوزي عليها الصابون هكا، ضروري انكم تاكدوا انكم حيدتوها من الضو، يعني ما مدوزينش الضو، ضروري تحيدوا البريز. عاد انكم تبقاو تغسلوها هكا، الله يحفظ عندكم يكون فيه شي حاجه ولا كيجبدكم الضو ولا شي حاجه. كما قلت لكم البنات غتاخذوا واحد شيفون. من بعد البنات ملي كنغسلوها هكا كندوزو عليها الصابون كما قلت لكم، كناخذوا واحد الشيفون وكنمسحها به، يعني يكون ناشف، ما يكونش فيه الماء. كنبقى نمسحها كامله حتى كنمسحها، وكناخذ واحد اخر كندير ليها الخل، وكنبقى عاوتاني نمسحها مره اخرى، يعني هذاك الخل غادي نعقموها به. وصافي يا البنات. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو ان شاء الله، وكنتمنى انه يعجبكم. وبالنسبه للبنات اللي وصلوا لهنايا لهاد اللقطه، وصلتوا ليها، ما تنسوش البنات ديروا لي لايك، واللي باقي ما اشتركش في القناه ما تنساش البنات ديروا لي لايك، واللي باقي ما اشتركتش في القناه تشارك فيها ودير ابوني وتعليق. خليوا لي التعليق كيفاش جاكم الفيديو، واش بغيتو نبقى نشارك معكم هكا بحال هاد الفيديوهات. وصافي ان شاء الله البنات. المهم دابا غادي نبقى معكم ان شاء الله حتى يسالي الفيديو. كما قلت لكم ما تنساونيش من الراي ديالكم في التعليقات ان شاء الله. كما قلت لكم البنات انا راني دوزت دابا الجفاف كامل على الماكينه ديالي. صراحه راني كنحاول باش ما نطولش عليكم الفيديو، وكنحاول انني نشارك معكم جميع اللقطات باش ان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو ان شاء الله. المهم البنات بالنسبه اللي مسحتها دابا، مسحتها كامله يا البنات، ما تنساوش حتى شي بلاصه. بالنسبه البنات كما قلت لكم هذيك التخليطه دابا اللي وريتكم ديال بيكربونات الصوديوم والخل، راه تقدروا ديروها كل مره في 6 شهور. وبالنسبه هذاك المجرد ديال الصابون هذا دابا اللي وريتكم هنايا، راه تقدروا تغسلوه كل سيمانه. وبالنسبه للناس اللي كيستعملوا التيد، خاصكم تغسلوه هكا مره في السيمانه ضروري باش ما يبقاش فيه داك الكراكل. كما كتشوفوا يا البنات راني غسلته هكا، حكيته مزيان وغسلته عاد جللته. وكناخذ دابا البنات واحد الشيفون كندير ليه الخل وكنعقم به، كنمسح به الماكينه ديالي كامله. كما قلت لكم البنات بالنسبه للشيفون ديالنا كنبقاو نديروا ليه هاد الخل، كنبقى نمسح به. دابا مسحت هاد البلاصه غادي نعاود ندير ليه الخل، كنبقى نمسح حتى كنسالي كامل الماكينه ديالي. كما قلت لكم البنات من بعد ما ساليت التمسيح ديالي مسحته كامل، دابا غادي نرجع عاد المجر لبلاصتو كما حيدناه، كما كنرجعو. يعني ملي كنحيدو كنوركو على ديك البطونه، عاوتاني ملي كنرجعو كنوركو على ديك البطونه، كندخلو عاوتاني بشويه صافي كندخلو. ايوا البنات هذه هي الماكينه ديالي من بعد ما غسلتها وساليت منها، رجعت بحال جديده. صراحه يا البنات كنصحكم انكم ملي تشريو الماكينه ديالكم تشريو ليها هذاك اللبسه ديالها باش ما تجرحش ولا شي حاجه. وهذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساونيش البنات من لايك. شكرا.